كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هلا فيكم في قناتنا ام الجود ابو الجود وكمان جوليا. هاي بابا. انت شتمت امي، شدتني من جوي. استغفر الله العظيم يا رب. اعطيني الفستان. خلص يا جماعة. اسم الله يحرقها. يا جماعه اهلا بكم بقناتنا مره جديده مره ثانيه. هذا الفيديو راح يكون رابع سفره في رمضان. طبعا اليوم راح يكون معنا ضيف عازمين هذا عنا عندكم هتشوفوه. مش هنحكي لكم مين هو. شاب على فكره. قبل أو كل حاجه قبل كل حاجه حاجه تنسوش تحطوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا كمان بالقناه. امي صدقني من ولا بكفي تلوث يابا. امسك يلا بنتك بسرعه. انت شتمت امي. اخلط سلم التاسري، سلم التاسري. اوكي رح نعمل اليوم صينيه دجاج بالفرن، يعني تمام بصل البطاطا. تمام يا جماعه. طبعا مش هعملكم ازعاج زي كل يوم. هذه ام سالم حابه تحكي لكم هاي انا ام سالم. يا حرام اليوم ماكله ابرتين في رجليها، 4 شهور. ابره هون وابره هون، فكتير كانت متوجعه يا حرام وزعلانه. بيزعل انت كمان. كمان زعلانه والله، كمان زعلانه. جماعة شوربة لسان العصفور كالعادة زي كل يوم نعملها على سفرة رمضان. طبعا لسه راح ابلش لسه بالدجاج وبصل وبطاطا وقصص، فخلونا اول شيء اعمل هاي بعدين بنكمل. طبعا جبنا قطايف اليوم عشان نعمل قطايف، عشان عندنا عازمين ضيف اليوم مهم بالنسبه لام الجود. جيب قطايف يا ابو الجود، جيب عصير يا ابو الجود، جيب كولا. ايش في يا ابو الجود؟ مين عازمين؟ ضيف مهم. على فكرة ضيف مهم ساب حياته كلها جاي يفطر عنا. خلينا يا جماعه نبدا نفتح في القطايف عشان ما تعجن مع بعض وهيك. استغفر الله العظيم. تعالوا اولادك يا بنت الحلال. سيبكم منه يا جماعه، والله العظيم انا عارف شو عم بخلف. هاي بابا انت عيانه، انت تعبانه، انت تعبانه عملي. نعن عينه الدكتور لا ذكي ابره هذا. جماعة حاسة انه هاي اليوم حتكون اخر سفرة، مش عارفة ليش، يمكن بعدك ما نصور لكم، الله اعلم. فمش عارفة اذا عن جد اخر سفرة ولا لا. ماما جبت لي سجالي هايني. اوكي طبعا حضرت البطاطا والبصل والبندورة وهذا كمان قرن فلفل عشان بدنا نعمل الخضار اللي راح يكونوا على الدجاج. والدجاج كده تنظف وجهز، ضايل بس نتبل ونخرط هدولا وكده بتكون الصينية شوية وحتجهز. فحبلش في البطاطا. جماعة بلشت اقطع بالخضار عشان حنتبلهم. بديت في البصل زي ما انتم شايفين. ابو جود اليوم مش حابب يساعد زي ما انتم شايفين، انا اللي بعمل كل حاجة. جود شو بتعمل؟ تاكل فراولة من الدرج. تعالي شوف. تعال جايز قررت اقوم اعمل اللي هو القطايف علشان موجود مشغوله بالاكل اللي لقيتها. خلينا نبلش نعمل خلطه اللي هو القطايف. بتعرف؟ ايش بعرف؟ ما بعرفش. تفكرني بعرف؟ بتعرف انت تعمله؟ تفكرني بعرفش اعمل شيء اسمه خلطه قطايف. طيب نشوف. وخلينا يا جماعه نحط شويه جوز هند عليه. كمان لقيت سكر نحط يم الجود شوف والله. بحكيش معك يا شيخ. معلش عشان السكر في ناس بتحبه حلو، في ناس بتحبش حلو. كم معلقه؟ معلقتين كبار. انا على فكره انا بطبيعي بحط معلقتين كبار بس كنت حابه اتاكد. وبعد هيك يا جماعه بنخلط هيك في بعض. جماعة بديت اقطع في البطاطا. طب ما تقطع ولا تنايلي. حد حكى معك ولا حد عليك؟ اقعد ساكته. بحب اشعرهم يعني. طبعا جماعة البطاطا بقطعها مكعبات، شايفين كيف؟ تعال نحشي يا جماعه القطايف يلا. استنى شوف نشيك على هان. اوه الشوربة هذا جهزت؟ انا كشيف. قديش عط فيها؟ انت كشف في اليوم يعني؟ بدي انا بقول كشف اقعد على جنب. انت كشفت تسكت خالص. اعطي هالقد كويس؟ طبعا. مسخروا علي قاعدين طلع محلاها. حلو حلو والله العظيم بتجنن. شاطر. والله العظيم هي بتجنن. الامور 100% والامور تحت السيطره. مسيطرة. مسيطره. مسطرة. الله عليك يا لو شفت في شارع بنت الورا. ايوه انا مسيطرة. حتة سكرة. يا جماعه هذه اعراض الصيام عشان صام لحد الظهر اليوم. فالولد سايبين عليه اعراض غريبه هلقيتها. اعراضي واعراضي شراتي. يما يا حبيبي اسكت، بعد كده لاقيين عروسة من المتابعين عندك فضحتنا. اسكت. هلا بروح. هاي جهزت هذه؟ جهزت الخضار. على فكرة قطعت بندورة كمان هيو. هلا ضايل اتبلهم. تبلهم
نيمان. بدك يا جود سيبني ماما اشوف شغلي كشيف على قولتها بالجود. انا كشيف بحب احكي لكم اكثر شغله ممكن تحطوها على هاي الخضار هي كلفة الدجاج، عشان بتعطي طعم هيك زاكي. كشيف لازم تعملوا زيي يعني. كشف عامل لكم عدوى. ابو جود شفت حركاتي كشيف؟ ولا عمرك بتوصلي زيي وتصيري شفه زيي. والله هيني شيف. لا قاعده بعمل تتبيله الدجاج. طبعا خلصنا تبلنا الخضره زي ما انتم شايفين. هلا ضايل اتبل الدجاج عشان نحطه في الصينيه، وان شاء الله بعد هيك نحطها بالفرن. طبعا حطيت صلصه وكاتشب وليمون والبهارات اللي حطيتها على هاي وبس. هاي البهارات وشويه ملح. اوكي طلعت الصينيه وهلا راح ندير الخضار اللي عملناه. اوه ما شاء الله والله طلع يا جماعه كميه. شايفين طبعا دهنت شويه الصينيه من تحت زيت قلي اللي هو السيرج. شايفين كيف ملينا الصينيه كده. وهلا راح نتبل الدجاج. جماعة أول شغلة أنا بفتح الدجاج زي هيك عشان يدخل فيه البهارات اللي زي كده. شايفين؟ خربش يعني هيك؟ لا بصيرش فيه إشي. البهارات تدخل فيه أحسن شوية بس. هي فاتن مش كتير. قاعدين بيلعبوا جوليا عشان بتعيط يا حرام. مش بدها تسكت. يلا بسم الله. شايفين؟ نتبلوا كده كويس. ترى اليوم تعمل بالقطايف؟ يا جماعه صراحه شغلانه ايش؟ شغلانه ممتعه. مبسوط انا بعمل القطايف. طبعا عامل الكمية هذه كلها بس خلص ساعة. خلص ده اللي بس بعمل واحده وخلص. الباقي بدي احضر عشي طمر. جماعة صرت أعمل بإيدي البهارات زي ما انتم شايفين. حسيت مش معي وقت على السريع كده. حسيت أحسن. تبلتهم بس شوفوا مش كيف. شوز. اه انت كشيف اكيد بتختلف عني كشيف. كيف تحط الطرف هذا؟ التمر مش عارف كيف بحط التمر في القطايف. شايفين كيف؟ انا كشيف والله كشيف عن جد مش عارفين شو كنا نعمل بدونك كشيف. حاسة حالي مش عارفة استملك هون. كفة؟ بتكفي. شايفين كيف يا جماعة؟ هنسكرها بالسلفان كده. وهلا راح نحطها بالفرن. ما شاء الله ان شاء الله هتطلع زاكية. انا متفائلة. مش فاهم وانت المهم تبعك لقيت ما اجى على فكرة طول عن جد. بس اخرته حيجي يعني مش حيلاقي مكان يفطر فيه. هنحطها بالنص كده. بسم الله. وحنخليها لمدة تقريبا ساعة الا ربع حسب كيف. بعد العشاء بساعة بعد المغرب بنص ساعة. فخلوها بوقتها. يلا طبعا هعمل يا جماعة رز هيك جنب الصينية هاي صحنين. فراح اعاير هلا شوي. مش هنعمل كتير عشان بس انه جنب الصينية هاي الكمية. شايفين بس خلاص تعمل بتكفي. غاية للجود. الله عليك الله استفدنا منك اليوم بحاجة. بعمل قطايف كثير زي ما شايفين. انتم كاب هيك. تمام. خليه هناك. خليه هلا لفه هيك وحطه بالثلاجة. تمام. ايه بعطيه عندك جسم. اعرف عليهم. عندي بعرف بجسمه. اوكي جايز وصل دافئ من الجود. افتح لا بحكي بده مصروف. بقول له شو بدك؟ بقول بدي مصروف. وصل دافئ من الجود يا جماعة. هلا صار لك ساعة. ضيف مهم جدا. على فكرة اخويا ليك لازم يكون مهم. اخويا صار لي ساعة. ضيف مهم جدا في الاخر هو مؤمن. ايش في ابو كل عام الاسلام؟ وانت بخير ابو الجود. انت ضيف مهم جدا؟ ابو الاسلام. وبده يسيب شركات ويصير. والله اني احنا جيت عملني قبل نص ساعة. ابو الاسلام المرة اللي فاتت شفتك على الرصيف وانت لابس. ايش بتسوي على الرصيف كايو؟ نصور. من شو اجى ضيفك واخيرا أهلا وسهلا، ضيوفي نورت. على فكره بيجوا افضل من هيك بكثير. انا طب على فكرة ايش عاملين لنا؟ مش عاملين لك حاجه يا ابو اسلام. اكل السلام عليكم. الثلاث ايام اللي فاتوا. معنا شو عامل؟ سلطات وش كمان؟ رز وملوخية. رجعت ضحيت جد عشانك. انا قلت في اصناف اكثر هنا. دجاج عاملين يلا روح اوكي جايز خلينا نشوف شو راح لا يصير 10 معنا. دقايق. على فكرة عنا بنحكي لك شو عاملين. بس خلينا نحكي أقل مواضيع كمان. أحسن. 9 دقائق. كلنا هوا. ايفون ايفون دي رمضان. تقدير. في رمضان. يا جوا في لحمه في تحت. موجود مش معنا احنا. اللحمه كان شكل متساوي. هاي ضيوفك شفتي كيف؟ لسه بدنا نجهز هاي. بدنا نحط بدنا مشهد يعني عن جد. خذت هيك مشهد. حطيت انت؟ اشفط امانة. اشفط شادي. انت هيك شازيت؟
هيو هيك هيك شادد. جماعة ابو سلام زمان كان بريء وظريف. كان كنت فعل ماضي يا اخي. ايش بتسوي ابو سلام الثلاجة قاعد؟ بيحكي لي لازم اسكن عندكم على وضع الثلاجة هيك. وضع الثلاجة لسه بسكن عندي. على فكرة الثلاجة يعني مخربطة. احنا في عنا في مرتبة لا بس فيش عنا لحمة. جبنا كيس زي هذا. فيش عنا ما عندناش كمية الطراشة هذه الصراحة. عنا بشكل يعني عقبنا انا عندكم والموقف. جبنا كيس؟ لا بنشوفهاش غير عندكم بس. الافلام. حتى لا عندكم في الافلام عشان انتم بتعرضوها يمكن. مشاهدينا الكرام الآن نبدأ مباراة أشرف حكيم وجود. وي وزع. يلا حبيبي يلا جود كل اهتماماته بالكرمون. ايش هذا طلع كيف بيريح حاله. الحقيقة آية. ومين؟ على فكرة بتضل مية طلعوه. لازم ترفعوا لفوق شوية. بتضل المية شايفين كيف بهار. ابهار. معلش ما صاير والله صاير. جماعة طلعت الثلج اليوم عشان نشرب عصير مثلج طبعا هذا كنت في الكاسات حاطاه. بتحطيهم. ماشي تقريبا على اعلان على فكرة يعني لا خلاص تحكيش انه احنا متأخرين زي كل مرة. ايش على فكرة؟ كله منك دايما متأخرين والله يا جماعة من العصر صار العصر بقول لك بوجود روح جيب الأكل عشان نبدأ. لسه بدري. كمان نص طيب ساعة. واحد كمان ساعة. 2 3 لا صايمة. 4. ولا حد شغل. يا عمي عدت مليون مرة يا عمي روح عنك. طب ما اسمع قدم له 5 دقايق. ايش بعدنا على فكرة لسه؟ طب الساعة 6 1 2 3 عدد. واحد انت طب زيادة 5 دقايق. عدل يا جماعة عدل لذا موجود. يلا هلا اهلا وسهلا بنحب نحافظ على ضيوفنا أول مرة عشان ايش؟ أول مرة تعزمني وتكسب الصيام الصراحة. عشان اول مرة يصوم اول رمضان فهو عشان صوم عشان فطرنا. احنا طبعا بنحب عشان شو اسمه عشان ضيوفنا عشان ما يتاكلوش في الاكل هيك بنحب اول حاجة ياكلوا انتوا عاملين عصير وشوربة. يصلوا يا كل انت التمرتين وانا باخذ عليك يا معلم. وبعد هيك ايش يبدلوا ايش ياكلوا. جماعة شوفوا أخويا الإيمان بشر منه. قاعد بتوضى وإنه صابر يعني إنه الأكل لسه مش جاهز وبده أنا أحسنك ما أحسنك. قاعدين بيصلوا ما شاء الله عليهم الشباب. اهدنا الصراط المستقيم جولي نايمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كل وينه؟ اصبر يا عمي عم المؤمن اصبر لازم مين يكون نص صبور. ساعة. اسمع الساعة 6 قدام قديش ساعة لقيت 6 و16. المؤمن لازم يكون صبور. يعني طب ما صبور يعني بصبر 5 6 يا سيدي اخصمهم 16. اخصمهم من رمضان اللي صمتم زيادة اليوم. اخصمهم من بكرة. احنا بنقول ابو الجود. حبيبي احنا ناكل الرز. ناكل الرز هذا اللي جاهز. ايوه اللحمة براحتها. انت جوعت يا ابو اسلام؟ كثير. لازم المؤمن يكون صبور. صبور بس انا مؤمن بس مش صبور يا اخي. ابو الاسلام كيف الصيام يا حبيبي؟ كيف حاسس باجواء رمضان؟ مبسوط انت؟ لا ما كان خلينا ننام وارتحت. عرفت لك الروح كان روحت من قبل الساعة المغرب. 6:30 يا اخي. مش عارف مش قول لاختك مش انا. انت ايش وظيفتك؟ انا بس بشجعها ايوه بتطبخ. يلا ايه ايوه جماعه موجود نصبت الطاوله او نصبت مش عارف يعني عملت المقبلات حطيتهم على الطاوله هيها فلسه ان شاء الله الامور يعني ماشيه. حنسهر الفجر ان شاء الله نسحر سحور ولا ايش النظام؟ والله كله منك نفسي يوم افطر بدري والله يا جماعة عن جد والله أنا نسيت اتابعت من هذا الموضوع. جايز ام جبت تحط لي شويه شوربه اتصبر فيها. والله نفسي ما احط لك تتصبر اصلا. انت اللي مأخرنا حطي لي شوربه اتصبر. طب ما ليه تعمل في حالك كده ليه؟ على فكره الواحد مش لازم ياكل مره واحده لازم اول شيء ياكل شوربه وبعدين مرتين. صليت شو ربع ساعة بس مش نص ساعة. واحتمال تصير ساعه ان شاء الله. خلص تغسل الجليات. اقسم بالله انا متضايقة نفسيا حاليا. قبل ما ايش؟ قبل ما تستوي هذه اللي في الفرن ابو سلام قاعد جنب الفرن بستنى فيها تطلع قاعد. سامحنا يا ابو سلام معلش الغلطه غلطت اختك. ايش؟ الغلطه غلطت اختك. لا طبعا. هي انت كل عمري مع واحد. انا غلطتي انا. انت غلطتك انت اللي جيت. غلطتي والله. غلطتك ليش؟ عشان اجي. كده انا اول مرة اشوف حط انا اول مرة اشوف حد بطلع هيك لحمة. مش عارفة عن جد. ابو سلام والان بسم الله بسم الله تستاهل الله بيحاسبك. اسمعي ابو الاسلام 1 2 متحمس ولا لا؟ اعصاب. تفضل ارتاح يا دكتور. 1 2 لسه والله بدها والله. لا بدها. ايش بدها على فكره استوت خلاص. استنى لا على فكره مستويه والله زي الدجاج.
مستوي مستوي. دايب الدجاج دايب طعميني اوه تعال ابو سالف الحق كل اكل ببلاش تعال. البطاطا تقريبا شوية بتكون بدها تكون دايما يعني منيح. خلينا ندوق كيف. على فكرة ممتاز. ايش يا جماعة؟ جماعة قررنا نرجعها جوا الفرن تاني هيك عشان نحمر وجهها. حطها فوق مش تحت، فوق. ايوه هيك. ايش شعور الضيف اللي احنا عازمينه يا جماعة؟ خليها كمان يا جماعة 10 دقايق عشان تحمر وجهها. اتحمس وقاعد اتحمس وقاعد الضيف بده ياكل. زورنا. والله العظيم لو بنعمل في مقلب ما كانش بقول لي بهذا. شوي جماعة قرروا ينقلوا الطاولة هناك عشان يفطروا بشكل ثاني. ايش؟ حاجة نتشغلها. اختي حبيبتي وضيعي جيبي من هنا. نزل على الارض. لا والله نجيب لك كرسي سفرة يا عمي. اشمعنى الارض لا يعني؟ مع انه لازم اكل على الارض. اسمع نجيب لك كرسي سفرة وبتقعد على تحط هيك السفرة. تمسك شوية اللحمة وعلى الرز شو يا مفطر. جماعة أكل لا الرز ولا أبو إسلام قاعد. انا بقول صلي العشاء. وجماعة صلينا العشاء وضل بس صلاة واحدة الفطور الثاني. جماعة عنده لا ايش صلي العشاء بعد نرجع؟ صار العشاء. جاوبنا المقلب في حد صايم مخططين له وضل العشاء على هيك. ما هي نية ولا هو أبو الإسلام يضل لحم ويقول نية. هو شكل أنا بتقتلك. والله سخن. اصبر يلا خلص. طب ما يضاوي. أبو الإسلام مع كان يطلعها نية يقول لكم بس على فكرة لا استوت وتحملت شيء. أوه على الطاولة كيف انت بطلع ودي اوكي جايز نقل الطاولة زي ما انتم شفتوا ذا وقلنا لكم. معها مية. خليه سيبها يا جود. يلا حط. ايوه حط. حبيت. شافونا مش لازم يقعدوا هناك فراحوا هلا مش طايلين مش لازم. انت من قاعد تفكر؟ يا جماعة اقسم بالله بشويش طلع صينية الكفتة اللحمة دخلها داير مكانها ارفع الطاولة رجال. على فكرة يا مسلم يوم نحس. يلا طب يلا. انا جايز طبعا بعد عناء طويل ومقرب يأذن الفجر عنده على السحور قررنا نبدا ناكل لقيتها. مش بعد هيك هذا ظلم مش عزومة يا جماعة. والله بقول تعلموني الحاجة أخطب على فكرة يا بسلام. والمعالق. أنا مش مستوي. نحط طاولة هناك ونرفع طاولة دي هناك. يا جماعة خلص خلونا ناكل. أبو سلام مسامحنا أنت؟ لا تعزمونيش يا اخي. مين اللي فكر فيها؟ ابن جود وحياة الله بقى. انت فكرت فيها؟ عريب بدي اعزمك. هذه عزومة؟ هذه زلة. ما طلع لهم لو أنا مكانك؟ اسمع بنقوم على السريع على صلاة العشاء وعلى النوم يعني خلاص. اوكي يا جماعة طبعا خلصنا نفطر وانا عملت كل اشي عليا وابو جود ومؤمن قاعدين بيحضروا زي ما انتم شايفين. وين حلوين؟ قاعدين بيحضروا على اللابتوب فيلم ولا بصر ايش. جايز كان يوم سيء بصراحة. أبو سلام ظلم فيه. مؤمن احكي لنا شعورك في هذا اليوم. ضل فيها شعور. خلاص ما كلت انت. كانت ماشي. ايه اكلت. شعور كل الاحترام وكل الادب بس مستحيل. عن جد ايش هذا؟ اوكي جايز خلينا الفيديو. يا ان شاء الله ربكم تستمتعوا في الفيديو وبس. تحياتي ابو جود. ان شاء الله. سلام.